السلام عليكم. سلفتي قبل الفطار او فاضل على المغرب ساعة قالت لي انا عايزة اكل البسطيلة المغربي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، سهلة وسريعة، اسهل بسطيلة ممكن تعملوها في حياتكم. اعملوا لي لايك وشير للفيديو وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عملت 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقة صغيرة من السكر ورشة ملح وعجنتهم مية عادية. 3 كوبايات الدقيق خدوا مني كوباية مية. عجنتهم بالشكل ده. اول ما العجينه اتلمت حطيتها على الرخامه وعجنتها كويس جدا، لان ما عنديش وقت فلازم تتعجن. لو عندكم وقت حطوها في كيس بلاستيك وغطوا عليها وسيبوها ساعه تبقى زي الفل. المهم خليت العجينه على جنب، جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها كيلو الا ربع من البصل وحطيت رشه ملح وخليتها تتحمر، مش تتحمر، انا عايزه البصل يدبل. حطيت عليه صدر فراخ، طبعا الكميه براحتكم. حطيت شويه من الكركم وحطيت شويه من جنزبيل وشويه من بهارات الفراخ وفلفل اسود وقرفه. اهم حاجه القرفه بتخلي الطعم جميل جدا جدا. بعد ما شوحتهم كويس جدا والفراخ عندي استوت، حطيت الكزبره والبقدونس. وطبعا كل ده مش هياخد مني 10 دقايق، وانتوا عارفين صدر الفراخ بيستوي بسرعه جدا. بعد كده حطيت 3 بيضات وقلبتهم، ما بشيلش ايدي من على الطاسه لما اعمل البيض عشان انا مش عايزه الحشوه دي تنزل ميه ابدا. المهم تشويح على طول ونار عاليه. اول ما البيض يستوي خلاص نطفي عليه ونحطها في حاجه تبرد، احنا مستعجلين. بقول لكم المغرب قرب يأذن. فحطيتها على جنب كده تبرد. العجينه بتاعتي تقريبا 10 دقايق كانت ريحت عشان عجنتها كويس جدا. جبت قطعتها كور بالشكل ده، وطبعا بدهن ايدي بالزيت والصينيه. غطيتها بكيس عشان ما تعمليش قشره، وابتدي باول واحده انا ابتديت بيها. بتكون خلاص يعني استريحت شويه، يعني شويه. لو عندكم وقت خلوها، كل ما ريحتوا العجينه كل ما تبقى حلوه. بعد كده ادهنها بزبده سايحه واطبقها على 4 زي ما انتم شايفين. افرد العجينه بالشكل ده اهو، وادهن الزبده. طبعا عندي شويه زبده مسيحاها في الميكروويف. ادهن العجينه بتاعتي، احنا مش عندنا وقت نعمل ورقه البسطيله، فبالمسمن او بعجينه المسمن بتبقى حلوه جدا جدا. والله العظيم الا العيال تجننوا عليها. بطبقها كده 4 زي الظرف كده واحطها على جنب. لما نيجي نبتدي بأول واحدة عملناها. يا دوب افردها شوية واقطعها على 4. احنا كل رغيف مسمن، كل عجينة يعني هنطلع منها 4 وحدات. نفتحهم بالشكل ده او نبططهم بالشكل ده. وعندي الاطار ده عشان يكونوا قد بعض. انا في الاخر ما بقيتش بعمل كده وخلاص. يعني لو عايزين كلهم يجوا قد بعض اعملوا اي طبق او اي حاجة وحطوا فيه العجينة وحطوا الحشوة. واهم حاجة تقفلوا من تحت كويس جدا زي ما انتوا شايفين، تقفلوا على الحشوة. وعندي صينية مدهونة بشوية زيت، وهنا الفرن طبعا مشغلاه يسخن. ونكمل كله بالشكل ده. احط العجينة بالشكل ده واحط الحشوة واقفل عليها كويس جدا من تحت. مرة تانية هعملها لكم بطريقة تانية ان شاء الله، وحشوات كتير. طبعا الحشوة دي ممكن تعملوها باللحمة مفرومة. في مرة اعملها لكم بالسمك برضو بتبقى حلوة قوي قوي قوي. المهم خلصت الكمية اللي عندي. هنا كان فاضل عندي شوية زيت وشوية زبدة اللي انا كنت مسيحاهم مخلطهم على بعض، ودهنت بيهم الوش عشان يتحمروا ويجوا مقرمشين. الفرن شغال من فوق ومن تحت على اعلى درجة. دخلت المسمن بتاعي مش هياخد 10 دقايق. اول ما بيتحمر نطلعه كده، نحط عليه عسل. انا عندي هنا عسل ابيض، برش عليه العسل واحط شوية من الفول السوداني المجروش. وبعدين زينته بالورد بالشكل ده. طبعا الغالية والغاليين لازم نعمل لهم حاجة حلوة. كانت احلى بسطيلة حلوة قوي قوي قوي. كل شوية الاولاد بيقولوا لي هو لسه في اللي عليه الورد ده؟ لسه اللي عليه الورد ده. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. واللي جربه يقول لي جربته ايه رأيكم فيه، واكيد يعني هتجربوها تدعوا لي. يا رب الفيديو ده يعجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير مع اصحابكم.